السلام عليكم ورحمة الله، ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص، فبسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنوضح حل لمشكلة الليسنس سيرفر. كل ما بتيجي تفتح السوليد وورك بتلاقي الرسالة دي ظاهرة معاك على الشاشة، ومجرد ما بتضغط أوكي بتلاقي البرنامج قفل معاك ومش بيرضى يكمل. فعشان تحل المشكلة والرسالة المزعجة دي معتدش تظهر معاك، كل اللي عليك هتيجي تضغط ويندوز مع حرف الآر، وبعدين هتكتب سيرفيس دوت ام اس سي وبعدين اوكي. هيفتح معاك واجهة السيرفر بالشكل ده. كل اللي عليك هتيجي على اي اوبشن من اللي موجود وهتضغط عليه ضغطة واحدة بالشكل ده هتحدده، وبعدين هتروح تضغط على حرف الاس من الكيبورد عشان ينقلك لكل الكلمات اللي بتبدأ بحرف الاس، وبعدين هتنزل تحت كده شوية وهتيجي هنا على سوليد ووركس فليكس اند سيرفر وهتضغط عليها كليك يمين وبعدين بروبرتيز، وبعدين هتيجي تفتح الاوبشن ده هتلاقيه عندك على اوتوماتيك او ايا كان انت هتلاقيه على ايه. اهم حاجة انت تحطها على اوتوماتيك ديليد ستارت، وبعدين هتيجي تضغط على ابلاي بالشكل ده وبعدين ستارت، وبعدين هتيجي من فوق من هنا وتضغط على ريكفري، وبعدين هتيجي تلاقي التلات اوبشنات اللي قدامك دول على تكنو اكشن، فهتضغط عليهم واحد واحد كده وتخليهم على ريستارت ذا سيرفيس، وبعدين هتضغط على ابلاي وبعدين اوكي وخلاص. هتقفل نافذة السيرفيس، ما عدناش محتاجين منها اي حاجة. ودلوقتي هنروح نجرب البرنامج نشوف هو هيشتغل معانا ولا لا. زي ما انت شايف كده البرنامج اشتغل، مفيش اي مشكلة. بس ده كان شرح النهاردة، يلا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.